عايزين نتكلم عن نبتة قوية جدا في التخسيس، نبتة مهملة من كل الناس، نبتة كتير قوي ما بياخدش باله منها، لكن هي ليها فوائد عظيمة جدا في الدايت. بالمناسبة النبتة دي يطلق عليها النبتة المعجزة. خلينا نتفرج على الفيديو الآخر علشان نعرف ايه النبات السحري اللي ممكن يخسسنا بطريقة سهلة وناخد منه فوائد كتيرة قوي، زي الأحماض الأمينية، زي الفيتامينز، زي المينرالز، زي فوائد كتيرة قوي بناخدها من الأدوية علشان نعالج نزول الوزن. عايزين يا جماعة نقول ايه اكتر مشاكل ممكن تواجهني اثناء ممارسة الدايت؟ نقص الفيتامينز. اي شخص يبدأ يعمل دايت بيحتاج الى فيتامينات كتيرة، بيحتاج الى احماض امينية كتيرة، بيحتاج الى مضادات اكسدة كتيرة علشان تبدأ تعوض الفقدان في النشويات وتدي جسمه حيوية ونشاط اكتر. النبتة المعجزة اللي احنا بنتكلم عليها بتدينا كل الحاجات دي وبتعوضنا عن كل احتياجات الجسم اللي احنا محتاجينها، وفيها مادة فعالة مهمة جدا، الكلوروجينيك أسيد. وطبعا كلنا عارفين الكلوروجينيك أسيد مسؤول عن زيادة معدل الأيض في الجسم، وبالتالي لو في مستويات السكر في الدم بتعلى، فبالتالي الكلوروجينيك أسيد بيشتغل على تكسير مستويات السكر في الدم أو انخفاض مستوى السكر في الدم، فبالتالي ما بنروحش للسمنة وبنعرف نعمل المعادلة الصعبة زي الجلوكوفاج، زي أي دواء ممكن ناخده لعلاج السمنة. النبتة دي يا جماعة موجودة عند أي شخص أو أي بيت، سهل جدا زراعتها، وموجودة عند العطارين، اسمها المورينجا. طبعا المورينجا كلنا عارفينها وكلنا سمعنا عنها، لكن كتير قوي ما بياخدش باله منها. المورينجا يا جماعة فيها مش بس كلوروجينيك أسيد، هي فيها فيتامينز كتيرة، فيها المغنيسيوم، فيها الكالسيوم، فيها الفسفور. أكتر 3 عناصر مهمين جدا لصحة العظام، ودايما اي طبيب بيستخدمهم عشان يعالج هشاشة العظام او مشكلة في العظام. المورينجا بتوفر ال3 مكونات دول بالاضافة للكلوروجينيك اسيد، بالاضافة كمان ان هي انتي اوكسيدنت وانتي فري راديكال، فبالتالي بتخرج كل السموم من الجسم. وبتعمل حاجة مهمة جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل الدهون الثلاثية والكوليسترول. المورينجا بتشتغل على انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم. كل الفوائد دي يا جماعه في نبته المورينجا اي شخص يقدر يستخدمها. بنحطها على ميه دافيه وبنشربها كوب واحد في اليوم او 2، هيزودنا بكل الاحماض الامينيه وكل الفيتامينات اللي احنا محتاجينها علشان ننزل في الوزن. في نفس الوقت هنزود معدل الايض. نقدر نطحنها نحطها على الاكل، ليها استخدامات كتيره، الطريقه اللي تعجبك خدها بيها. علشان تعرفوا كل جديد لازم تعملوا سبسكرايب للقناة، تعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وكل يوم معلومة مفيدة. شكرا.